السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض فخده ضاني حلوه قوي. يلا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. ادي الفخده معايا اهي، انا غسلتها كويس قوي ولازم تهتمي بغسلها كويس جدا. وعملت فيها فتحات بالسكينه، شايفين اللي هو تعملي فتحات كبيره عشان التتبيله تدخل جواها كويس قوي وتتوغل جواها. تمام كده. وطبعا من الناحيه التانيه برضو مفتحاها بالشكل ده. تمام كده. شايفين الفتحات بالسكينه على قد ما تقدري تعملي فيها فتحات كتير، والفتحه تكون اللي هو صباعينك الاتنين يدخلوا فيها، يعني تكون فتحه كبيره. تمام كده. وادي بصلايه كبيره، طماطمايه كبيره، قرن فلفل، 4 فصوص ثوم. هنضرب كل المكونات دي معانا في الخلاط وبربع كوبايه ميه، يعني حاجه بسيطه قوي يا دوبك الخلاط يمشي بيها. يلا بينا. وادي اهو بعد ما ضربت المكونات كويس قوي معايا في الخلاط، كويس قوي تضربيها كويس جدا مع بعض. ورشيت فلفل اسود على الفخده بتاعتي بحيث ان هي تكسر اي زفاره فيها وتديها برضو تيست حلو. هنعصر دلوقتي فص الليمون على التتبيله بتاعتنا. يلا بينا. وادي اهو بعد عصرت فص الليمون بتاعي مجهزه البهارات بتاعتي دي مهمه جدا. ادي دي معلقه من الكزبره، تعالوا نشرحهم سوا. ادي دي معلقه من الكزبره ومعلقه الصغيره. تمام كده. ومعلقه من الملح الابيض ومعلقه زعتر. الزعتر بيديها نكهه حلوه جدا. معلقه ملح بشطه بكمون. ادي معلقه ملح بشطه بكمون، معلقه شطه ودي معلقه صغيره. وادي معلقه من النعناع ودي معلقه حبهان على ورق اللوري بطحنهم سوا مع جوز الطيب. تمام كده. ودي معلقه من البهارات، معلقه كبيره شويه من البهارات اللي احنا كنا عاملينها سوا. توم باودر، بصل باودر، كمون، اللي هو شويه توابل حبه حلوين كده مع بعض بنطحنهم يدونا نكهه حلوه جدا في الاكل. يلا بينا بقى نحط التوابل على التتبيله بتاعتنا ونقلبهم كويس قوي. يلا بينا. ادي دلوقتي انا نزلت الفخده بتاعتي في حله. ليه؟ عشان خاطر اغطيها وادخلها التلاجة تبقى مكموره معايا بالتتبيله. دلوقتي بقى هننزل بالتتبيله بتاعتنا اللي احنا جهزناها بالتوابل بالبهارات بكل حاجه على الفخده بتاعتي ونطحنهم كويس قوي مع بعض، نفركهم كده بين ايدينا كويس جدا وندخلها في كل الفوارغ اللي احنا فاتحينها بالسكينه. يلا بينا. وادي اهو انا قلبتها كويس قوي مع بعض، تفركيها بين ايدي كويس قوي وتدخلي التتبيله في كل الفتحات اللي احنا عاملينها وهنغطيها وندخلها التلاجة. انا هبيتها لتاني يوم. انت ممكن لو مستعجله عليها او ممكن تحطيها 4-5 ساعات في التلاجة، بس طبعا يفضل ان انت تبيتيها في التتبيله، بتدي طعم قوي حلو قوي. تاني يوم تيجي تسويها بتدي تست حلو جدا في الاكل. يلا بينا ندخلها التلاجة. وادي الفخده معايا اهي بعد ما طلعتها من التلاجة وقعدت معايا ليله كامله. هحطها على ورق فويل والفها كويس قوي، نلفها كويس جدا ونحطها على الشبكه. ونحط تحت الشبكه صينيه او صاجه اللي موجود ومتوفر عندك، ونحط في الصاجه او في الصينيه دي ميه، يعني نص الصينيه كده ميه، وهي هتبك وهتنزل عليها بس عشان تديها بخار وتديها لذاذه كده وطراوه وهي بتستوي. يلا بينا نلفها كويس قوي. وادي اهو بعد ما كلفتها كويس قوي حطيتها على الشبكه وحطيت تحتها صاج، ولو مش متوفر عندك الصاج ممكن تحطي صينيه، وطبعا لازم تدخليها على فرن سخن. وشايفين انا حطيت شويه ميه في الصاج بتاعي. يلا بينا نقفل عليها. هتقعد معانا 3 ساعات في الفرن عشان تستوي معانا كويس قوي واحنا بنشغل تحت بس. يلا بينا على اعلى درجه حراره. وادي اهي الفخده بعد ما طلعتها من الفرن بعد ما قعدت 3 ساعات في الفرن. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طالما العظمه معايا شمرت بالشكل ده يبقى هي استوت حلو قوي. شايفين كمان اللحمه اللي هو دايبه معايا ازاي، اللي هو سهله معايا، طبعا سخنه جدا. ويلا بينا نقدمها. وادي الفخده بعد ما حطيناها على الرز بيبقى حلو قوي لو عملتي معاها الرز اللي هو بالخلطه ده بيبقى جميل. شايفين شكلها عامل ازاي ودايبه معايا ازاي؟ شايفين اللي هو بتتقطع بسهوله جدا. شايفين؟ بألف هنا، اشوفكم على خير فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله.